سجل يا تاريخ أنه كان في دماج شيخا ورعا لا يزايله التقوى، نقد البدع في عشها ودعا إلى الله وحده، ما ركب في دعوته زورا ولا جامل أهل الأهواء، وما خاف في الله لومة لائم. سجل يا تاريخ ولا تمحو السجل، سجل عن دار الحديث السلفية بدماج، تلك الدار التي أشرق نورها في كل أرجاء الأرض، ونبغ فيها العلم والورع والتقى على يدي العلامة الرباني مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ثم خليفته العلامة الناصح الأمين يحيى الحجوري ثبته الله على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، دماج لم تكن معسكرا ولا خلية عنف ولا منبع حزب، بل هي مدرسة ربانية خرجت العلماء والدعاة والخطباء، حفظوا الكتاب ونقلوا السنة وجاهدوا في الله بالحجة والبيان لا بالسيف والدماء. والله ما نفثوا في الناس كرها ولا نفخوا في الأجيال حقدا، بل وعلموا الناس أن الإسلام رحمة، وأن السنة نور، وأن المساجد بيوت السلام لا مخابئ الحقد والإجرام. سجل عنهم أنهم ما كفروا المسلمين ولا رموا الناس بالنفاق ولا خرجوا على ولاة أمورهم ولا نقضوا عهود أوطانهم ولا سعوا في خراب الديار، بل سجل أنهم خرجوا بالمصاحف ولم يخرجوا بالمدافع، خرجوا ليصلوا ولم يخرجوا ليفجروا، خرجوا ليعلموا الصبيان أحرف القرآن ولم يعلموهم فك صوامل السلاح. يا أيها الذين يرمون السلفيين بالتهم زورا، خافوا الله في أقوالكم وارفعوا الظلم عن أقوام لا يحملون في صدورهم إلا النور والصدق والإصلاح. أفسحوا لهم طريق الدعوة، فهم لا ينافسونكم في كرسي ولا يزاحمونكم في منصب، إنما يريدون نشر التوحيد وإحياء السنة ودلالة الناس على ربهم. يا أهل الإيمان، إنهم دعاة أقلام ومنابر، لا دعاة سلاح وتورات، دعاة مساجد ودعاء وهدى، لا دعاة فتن وتفجير وتحريض. والله ما دعوا إلا إلى رب واحد، وما سلكوا إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما نادوا إلا بكتاب الله وسنة نبيه. سجلوا يا ملائكة الرحمن أنهم لا يكفرون المجتمعات ولا ينزلون أحكام الجهاد في غير موضعه، بل هم أهل اتباع لا أهل ابتداع، أهل علم لا أهل سجال وجدال. يا عباد الله، خرجوا من دماج ولم يخرجوا للقتال ولا لحمل السلاح، بل خرجوا يحملون الكتاب والسنة، خرجوا ليعلموا الناس دينهم وليخرجوا الأمة من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فوالله لا يرجى منهم شر ولا يخاف على الأمن من دعاتهم، فهم لا يسعون إلى مناصب ولا يبتغون إلا وجه الله والدار الآخرة، فاتقوا الله فيهم وفي علمائهم ودعاتهم.